وصفتنا اليوم كتير سهلة ولذيذة والكل بيحبها. مسقعة الباذنجان بطريقة لذيذة. في عنا 5 ل6 حبات باذنجان، بدنا نقطعها شرائح متوسطة بهذا الشكل. بدنا نقلي الباذنجان بزيت غزير وحامي. في عندي بصلة متوسطة بدي أفرمها ناعم. 3 حبات من الفلفل الأخضر، الفلفل هون عندي بارد. وكمان عنا فلفل أحمر، فينا نستخدم نوع واحد لو حبينا. وكمان بنحتاج ل4 حبات من البندورة، بدنا نفرمها ناعم. بمقلاية كبيرة حطيت 4 ملاعق كبار من زيت الزيتون، ونحمص البصل لمدة دقيقتين. من بعدها بضيف فلفل أحمر وفلفل أخضر. في عنا كمان ملعقة صغيرة من الثوم، وبتبلها بالملح. بقلبها وبغطيها وبتركها لمدة 5 دقائق لحتى تستوي عنا الخضار. وهلا بدنا نحط البندورة، فلفل أحمر وفلفل أسود، كمون. كمية البهارات بنحطها على حسب رغبتنا، وبغطيها لمدة 5 ل10 دقائق تقريبا لحتى تستوي عنا البندورة. وآخر شي بنضيف الباذنجان وبنقلبها وبنغطيها لمدة 5 دقائق. وبهذا الشكل أكلتنا صارت معنا جاهزة، أكلة لذيذة وصحية.